مسلسل لعبة وقلب الجد هو يعتبر المسلسل المثالي الدرامي المصري اللي انا احب اتفرج عليه مهما عدى الزمن. المسلسل ده بالنسبة لي يتحط جنب مسلسل الحاج متولي، يتحط جنب مسلسل عبد الغفور البرعي. مسلسل عائلي ودرامي واجتماعي تقدر تتفرج عليه وانت قاعد مع الاسرة، مفيش هزار قبيح، مفيش كلام خارج، مفيش حاجة، في رسالة بتتناقش. ولكن الفكرة من البداية اختلاف اعمار كل الاطفال. انت عندك يا باشا من 4 سنين لحد السن بتاع الاعدادي، انت بيناقش قضايا السن ده ومش قضيه لعبه روبلوكس بس، لان اصلا المسلسل ده حصلت عليه خلافات قويه جدا. النهارده اكلمك على كل احداث المسلسل واحرق لك احداث كمان، يعني خلاص بقى وقت التشويق انتهى، واقول لك المسلسل ياخد كام من 10 وهنعيده ولا مش هنعيده، وترتيب الاحداث وتقييمنا للمسلسل كام من 10، وانا استفدت ايه وانتوا كمان استفدتوا ايه، والنقط اللي لازم نركز عليها في الاعمال الدراميه الفتره الجايه ما ينفعش تخرج بره سياق فكره المسلسل ده. فقبل ما نبدا اللايك والسبسكرايب بتوعك سريعا ويلا بينا. مبدئيا كده انا مش عايز اقول لك المسلسل ده بطولة شخص بعينه، لان حرفيا كل الممثلين الكبار يعتبروا كانوا ضيوف شرف على الاطفال الصغيرين. الاطفال الصغيرين هم ابطال العمل ده بنسبة 100%، لان اغلبية فكرة المحتوى او اغلبية الفكرة اللي معمول عشانها المسلسل كان اساسها الرئيسي هي التعامل مع الاطفال في الاعمار دي ومتابعتهم وملاحظتهم وعلاجهم من مشاكل نفسية ومشاكل بتقابلهم. وافاجئك واقول لك ان اقسم بالله اعرف اشخاص حرفيا بيلعبوا حاجات زي كده وبينفذوا اوامر زي كده ولسه ما وصلوش للمرحله الصعبه. كلمتهم ووجهتهم، وعايز اقول لك ان فيهم حد يعني قال لك يا باشا خلاص انا مش هعمل كده تاني وخايف ان الدنيا. انا اعرف شله شباب صغيرين كده، واكتر شخصيه في الاطفال دول انا كنت متخوف انها ان هي ما تعجبنيش ادائها وتمثيلها يطلع اوفر وبقى بنت الممثل الفلاني في العمل وبتاع، اللي هي منى احمد زاهر. ما شاء الله، نجمه جايه في الطريق، خدوها بقى مني كده، نجمه جايه في الطريق، ملهاش علاقه بابوها، ملهاش علاقه باخواتها، لا 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 لا، هي لوحدها فعلا. يعني انا ضد فكره اصلا ابناء العاملين، ولكن لا، انت هنا حرفيا ابدعتي. الممثل اللي قلت لك عليه عمر شريف، الواد الصغير اللي هو زياد، ايه الجمدان ده يا ابني، ايه الحلاوه. بص، مش عايز انسى ممثل او انسى شاب او انسى اي حد من اللي قاموا في العمل ده ان انا اتكلم عليه او اثني عليه، ولكن النهارده انا حابب اكلمك اكتر عن الاستفادات اللي احنا استفدناها من المسلسل ده، وهكلمك عن الاستفادات بشكل شخصي واللي شفته على السوشيال ميديا برضو. المسلسل هنا بيناقش قضيه الاطفال او كل حاجه، ولكن ما حبش يحط فوكس على زاويه معينه او اسره بظروف ماديه معينه. هو هنا ماسك لك 4 اسر بظروف مختلفه. عندك الغني المدعي للمثالية اللي حاله اتصلح بعد كده اللي هو أسرة زياد، عندك المتوسط اللي هو أسرة أحمد زاهر اللي شغال شغلانتين ومطحون وبيحاول يوصل عياله وبيحب مراته ومراته ماتت، وعندك الأسرة الثالثة اللي متطلعة لمستقبل أعلى وعايزة تشتغل وبيزنس ومدارس خاصة وهم الدنيا معاهم ضيقة ولكن بيزنوا نفسهم عشان يستثمروا في أولادهم، محمد حلمي ورحمة. الأسرة دي برضو قصة تانية. عندك برضو حجاج عبد العظيم مع ابن بنته اللي أمه مش موجودة فهو بالنسبة له الأب والأم، دي قصة تانية. فجاب لك 4 أسر مختلفين ماديا فكريا عقليا وعمريا، كل دول كان مستهدفهم لك في المسلسل. نيجي نتكلم عن النقط والرسائل المسلسل هنا كان بيوصلهم بصيغة مباشرة. أول حاجة وهي نقطة التهرب الضريبي والاختلاسات والتركيز على الجهات المختصة بالضرائب والإعفاءات الضريبية، وقال لك في حيلة معينة في بعض التجار بيستغلوها عشان يقدروا يتهربوا من الجمارك اللي عليهم والضرائب اللي عليهم، وفي حيل في القانون وحيل في الحسابات، فتم وضع فوكس قوي على الحته دي. شكرا. برضو فكره المسلسل، عايز اقول لك ان المسلسل مش ملوش رساله معينه، مليون رساله. عندك الرساله الثانيه هي ادمان الاطفال على فكره الموبايل، بيناقش القضيه دي. انتوا من كتر ماسكين الموبايل، اذا كانوا بقى بيتفرجوا على يوتيوب او اذا كانوا بيتفرجوا على كرتون او اذا كانوا بيلعبوا جيمز او اذا كان بقى بيتعرضوا لحاجات كتير، ولكن هي الفكره من البدايه فكرة تعلقهم وإدمانهم، وإنك لما تمنع من إيديهم يأثر في نفسيتهم ويتعصبوا ويبقوا نرفز قوي. يا جدعان الموبايل في إيد الأطفال هو أبشع حاجة ممكن تشارك في تربية أولادك. نيجي للنقطة الثالثة وهي سوء الاستخدام بتاع الموبايلات مع الأطفال. ممكن طفل صغير يحمل أبليكيشن بطريقة معينة أو حاجة غير موثوقة، فتبدأ تعرض الموبايل بتاعك وتعرض حياتك وخصوصيتك لهكر. هكر يبدأ يلعب بيك ويتحكم فيك ويتشرب
يتورط عليك ويطلب منك فلوس وتهديدات. وده اللي احنا شفناه في اول المسلسل مع يوسف لما حب ان هو يهكر لعبه روبلوكس. احنا لسه ما دخلناش برضو للدارك ويب، احنا لسه يعني بكلمك بس المسلسل ماشي تدريجي في حتت كده. اقسم بالله المسلسل كان وجع قلب الواحد واحنا بنتفرج عليه، والمشاهد والاداء يا جدعان بتاع كل الممثلين. مش عايز اقول لك ان في مثلا فلان ابدع، لا هو حرفيا التيم او الكرو كله كان متألق. والاجمد من كده ان هم اظهروا قوه مباحث الانترنت بقوه رهيبه، ان هم اقوياء ويستحقوا، وان هم بيشتغلوا وبيتعبوا وما بيزعلوش حد وما بيأثروش. بس انت روح بلغ، هم مش هيجوا يطبطبوا عليك، روح بلغ. قابلت مشكله روح بلغ، تعرضت للهاكر روح بلغ، عاد حد بيبتزك روح بلغ. ما تجليش، ما تفكرش كتير. عندك مشكله مباحث الانترنت فاتح لك 24 ساعه. وحرفيا خلي بالك بعيدا بقى عن المسلسل خالص، موقف اعرفه بشكل شخصي حرفيا جابوا التليفون والشخص اللي كان بيعمل كل حاجه المشكله اتحلت خلي بالك في خلال 48 ساعه. والنقطه اللي كلمتك فيها بقى لما كنا بنتكلم عن المسلسل في اوله، فكره ان انا ممكن اقعد ابني جنبي يتفرج على المسلسل معايا وابص على رياكشن وشه واشوفه ايه الموقف ده، ايه الحوار ده، هل هو على علم باللي بيحصل ده ولا مش على علم، اقدر اوصل لفكر ابني من المسلسل. فالمسلسل هنا كأب هتستمتع، كابن هتستمتع، كأم هتستمتعي، كست كبيرة هتستمتعي، كل الاعمار هيلائمها المسلسل ده. ووضح برضو في نفس النقطة ديت ان برضو البعد عن الاطفال، او ان ابنك مثلا في اوضة جوه وقاعد لوحده في البيت وامانه مش متعرض لاي خطر، لا ابنك هو قاعد لوحده في الاوضة وهو ماسك الموبايل هو اوريدي قدام العالم كله، مش شخص يتخانق معاه، مش وقع، مش حصل له حاجه، لا هو كده مفتوح قدام العالم حرفيا. فالقعده مع الاطفال في الاعمار الصغيره بعيدا عن الموبايلات والسوشيال ميديا حرفيا دي علاج نفسي صريح. نيجي بقى لرحمه احمد والدور اللي ادته، اللي وضح لنا حاجات قويه جدا. طبعا بعيدا عن ان هي الروح الكوميديه بتاعت المسلسل وهي اللي كانت حاطه التاتش الجميل كده، يا محمد حلمي بعشقكم، اقسم بالله بعشقكم، بعشق ادائكم. المهم يعني ان هما الاثنين دول وضحوا حته السوشيال ميديا شويه. فكرة غسيل الأموال، هي تعرضت لشركة أو وكالة ما قدرت إن هي تمضيها على عقد معين، بناء عليه هتشتغل معاهم، بناء عليه هيتم ابتزازها، بناء عليه هيتم غسيل أموال عن طريقها. ولكن بيتم تفادي الموقف بالتعاون مع مباحث الإنترنت للمرة العاشرة في المسلسل، وإن هم بيخرجوا منها زي الشعرة من العجين. ونقطة غسيل الأموال اللي اتشرعت في المسلسل هنا، يعني مثلا احنا سمعنا عن كام شخص اتقبض عليهم مؤخرا بسبب لايفات التيك توك والمبالغ والهدايا والارباح والحاجات اللي بتنزل لهم، ولكن ما كناش فاهمين الموضوع بنسبه 100%. الموضوع اتوضح لنا في المسلسل هنا وفهمنا يعني ايه غسيل اموال عن طريق تيك توك بكل التفاصيل وبشكل كوميدي. فخلاص احنا كده فهمنا هدايا كتير بالمنظر ده بدون سبب، غسيل اموال، الموضوع منتهي. وعندك نقطه ان هم اظهروا المدارس اليابانيه في مصر هنا، وان هي بتقدم نوع مستوى كويس جدا. وخلي بالك مش المدارس اليابانيه بس، هو كل المدارس بتقدم مستوى تعليم كويس. هم اظهروا الموضوع بصوره انا احب المسلسل اللي كده. ليه اعمل مسلسل يظهر الجوانب السلبيه؟ لا انا هظهر الجوانب السلبيه اللي بتواجه نوع من الاسر. ممكن اتكلم في نقطه زي دي، ولكن الغالبيه العظمى في التعليم في مصر كمراحل ابتدائي واعدادي وحضانه والكلام ده على اعلى مستوى. ممكن نقابل شويه مشاكل صغيره بسيطه كده كمان، ومش في الكل ده، في القله قليله، مدارس مثلا الدبلومات والكلام ده. وغير كده طبعا في الثانويه العامه كل الطلبه بتبقى مجتهده ومسؤوله في المدارس، فما عندناش مشكله. حرفيا التعليم عندنا في مصر بدأ يتطور لدرجة رهيبة، وهم أظهروا الموضوع ده بشياكة. ووضحوا برضو نقطة التنمر بين الأطفال في المدارس وإزاي يعالجوها وإزاي يفادوها. عندك الأخصائية الاجتماعية، عندك يا أب يا أم تقدروا تشوفوا ابنكم متضايق من إيه وتتواصلوا معاه، تقدروا تحلوا له مشكلته، تقدروا تواصلوا مع أصدقائه. في 100 أوبشن في المدارس يخلي ابنك يتعلم ويروح المدرسة ويحبها، ما يبقاش متضايق ومتضرر نفسيا. والنقطة الأخطر اللي كانت في المسلسل ده وأثرت أثر إيجابي حرفيا على قلبي، مش هقول لك بقى على المجتمع، على قلبي شخصيا، فرحت من ان الدولة خدت قرار صريح بايقاف لعبة روبلوكس في مصر، والقرار ده كمان اتنفذ. انت مستوعب قوة الدراما عندنا واصلة لفين؟ المسلسل هنا عالمي
عالمي عالمي. انا احب المسلسلات اللي توصل رساله فعليه، اللي تخلي الدوله تاخد قرارات وتخلي الدوله يعني انت بتحط فوكس للناس وللدوله على نقطه في مشكله هنا احنا مش واخدين بالنا منها، مش لعبه اطفال وخلاص، لا ده الموضوع كبير. والموضوع ده خلي بالك في ناس كتير دخلت في الكومنتات عند اي حد عمل فيديو عن المسلسل ده اعترضوا، احنا بلعب روبلوكس بقالي 10 سنين وما حصليش مشاكل، انا بلعب مش عارف ايه وما عنديش مشاكل وما فيش الكلام ده. لا انت بتحل ليه؟ الغالبيه العظمى تعرضوا للكلام ده، والناس اعلنت على السوشيال ميديا ان مروا بمشاكل زي دي وي وي وي. مش عايز اخش في تفاصيل واحكي حكايه اشخاص انا ماليش دعوه بيهم، ولكن اللي انا واثق منه ان انا اعرف اشخاص فعليا بيلعبوا العاب على الموبايل وبينفذوا اوامر واحكام وبينزل لهم هدايا وحاجات كده في اللعبه بفلوس وبمبالغ. ومبسوط اكتر ان واحد فيهم قال لي يا باشا انا مش هلعب اللعبه دي تاني ومش هخش التحديات ومش هشارك في الحلقات ومش هعمل كل الكلام ده. قلت له يا باشا انت عيل راجل، حبيته. وقلت له برضو ما تحاولش ان انت تبعد عن صحابك، حاول تنصحهم حاول تنصحهم. واقول لكم على حاجه بيني وبينكم، في واحد فيهم اخوك كبير صاحبي، وواحد فيهم انا اعرف والدته، قمت قايل لدي وقايل لده وخليتهم يتفرجوا على المسلسل عشان يبداوا يعرفوا يتعاملوا معاهم ويخرجوهم قبل ما يغوطوا ويلبسوا في حيطه. والنقطه الثانيه اللي المسلسل هنا ضرب فوكس عليها هي نقطه القروض. القروض مؤذيه للناس، القروض مدمره للعائلات والاسر، القروض مجهده حتى للناس اللي شغالين فيها. لو حد مش لاقي شغل وراح يشتغل في مجال زي ده هو مجهد نفسيا وذهنيا عليه، لانه بيتعرض لناس وتعامل مع بشر وناس مزنوقه وناس مش قادره تسد والكلام ده. فالقروض يا جدعان حرام. وبرضه وضح شويه مشاكل في الورث زي ام زياد واخوها وقصه كده حصلت. بقول لك ايه، سيبك من الورث ده خلينا نتكلم فيه في المسلسل اللي جاي. في مسلسل هنعمل عنه حلقه بعد 3 ايام بالظبط، كل حلقه اخيره نزلت هنزل لك المراجعه النهائيه بتاعته زي ما بعمل لك دلوقتي. والمسلسل ده كله بيتكلم عن الورث. واقول لك حاجه، المسلسل ده فيه قضيه قويه قوي. فالمسلسل هنا عرفنا على المراهنات، المسلسل هنا عرفنا يعني ايه دارك ويب ويعني ايه التحديات دي، واللي بيطلب منهم التحديات بيستفيد ايه، ان هو بيبيعها على ناس مريضه نفسيا، بيطلبوا حاجات ان هم يشوفوا اطفال باشكال معينه او بيعملوا حاجات معينه وهم بيشبعوا رغبتهم بالحته دي وبيدفعوا فيها ارقام ضخمه جدا. والكلام ده كله فين؟ في الدارك ويب، الزباله الاونلاين، زباله الانترنت عموما. وادوا حته في الاخر كده عن برامج المراهنات، ادوا ما حبيتهاش برضو في اخر المسلسل. يعني اتمنى تعمل مسلسل تاني احسن من منتهى الصلاحيه. لمنتهى الصلاحيه انا كنت متاثر ومتعاطف شويه مع الناس، بس مش موضوعنا دلوقتي. اتمنى مسلسل يحصل في القريب العاجل واوف سيزون، مش عايزه في الموسم الرمضاني، يكون بيناقش قضيه المراهنات بنفس الشكل بتاع الاطفال، عشان انا اعرف اطفال وشله الاطفال بيعملوا الحوار ده، بيلموا من بعض ويخش جمعيه وده نلعب ونكسب ونخسر، قصه كبيره. وفي الاخر خالص اكتر حاجه عجبتني ومتعتني ان برضو وضحوا، ما قالوش ان الدنيا سودة، السوشيال ميديا مش كلها سودة، لا في جانب مضيء، في حته مفيده. وضحوا ان هم ممكن يستخدموا السوشيال ميديا ان هم يعرفوا الناس المشكله، يوضحوا للناس ان في هاكر، يوضحوا للناس ان في مشاكل بتقابل اولادهم من نوع معين، ودي ساعدت الشرطه وكترت البلاغات وقفلت الدنيا وقلقت الشخص اللي هو اسمه جاد فازر اللي كان بيهددهم واللي كان بيطلب منهم طلبات صعبه. فالسوشيال ميديا عمله ذو وجهين، انت حر في استخدامها. زي الموبايل عمله ذو وجهين، زي الطبق اللي انت بتاكل فيه عمله ذو وجهين، الكوبايه ممكن تشرب فيها كذا ممكن كل حاجه في الدنيا او غالبيه كل حاجه في الدنيا عمله ذو وجهين، وانت صاحب القرار او انك تختار القرار الصح فيها. انا اسلام الدولي، ودي كانت المراجعه النهائيه لمسلسل لعبه وقلب الجد اللي بصراحه لمس قلبي. تحيه كبيره لاحمد زاهر، تحيه كبيره لمحمد حلمي ورحمه، تحيه كبيره لكل الاطفال اللي شاركت في العمل، تحيه كبيره للمخرج وفريق التاليف لانه مش واحد بس، تحيه كبيره للانتاج اللي غامر يعمل عمل اوف سيزون 30 حلقه بالقوه دي ما فيهوش حلقه غريبه. تحيه كبيره برضو لمحمود الليثي اللي عمل لنا اغنيه في قفله اخر حلقه حلت لك الدنيا. لا الحياة وهي دي الدراما، المسلسل بيخلص بأحداث جميلة، مش أحداث ممطوطة، مش أحداث طويلة، مش أحداث بايخة، مش أحداث مشوقة لجزء تاني. لو ناس تعمل لايك وسبسكرايب اديني بفكرك. وخلي بالك احنا عندنا في رمضان عندنا خيمة الدولي، هستناك بقى تنورنا وتشرفنا وتشاركنا في التعليقات وتقول لنا رأيك في المسلسل ده ورأيك في كل المسلسلات اللي هنتكلم عنها الفترة الجاية. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. سلام.